زمن تعرضك للإهانة أو الشتيمة وإنك أنت تعمل ردة فعل بإنك أنت تسامح اللي أهانك أو اللي شتمك انتهى تماما. إحنا في زمن دلوقتي أي حد هيتعرض لإهانة أو شتيمة هيرد الإهانة دي والشتيمة دي أضعاف أضعاف. ده اللي عمله جماهير الترجي التونسي بعد الإهانة اللي توجهت له من الإعلام الزملكاوي. وأنا بقالي فترة من أول صعود النادي الأهلي من دور المجموعات وشفت تعامل الإعلام الزملكاوي مع فريق الرجاء ووصفه وصف إنه فريق ضعيف وفريق لو فرقة درجة تانية عندنا تكسبه. وأنا بحاول أقول بلاش. وتكرر الموضوع مع الترجي بعد هزيمته من الأهلي على أرضه 3-0، وبرضه شفت التعامل الزملكاوي الإعلام الزملكاوي معاه وإهانته وإنه فرقة ضعيفة وفرقة زي أي فرقة في متوسط الجدول تكسبه. وأنا بقول يا أخواننا بلاش، إعلام الزمالك بلاش. أنت معرض إنك أنت الموسم القادم تلعب في دوري أبطال أفريقيا وتقابل الفرق دي على أرضها. بلاش تروح هناك وفي شحن جماهيري عليك هيزود الضغط عليك أكتر. بلاش. ودي اللي حصل مع مشجعة تونسية ردت على نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك. ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. المحور الثاني معانا في فيديو النهاردة خالد الغندور في اون تايم شيء وفي قناة نادي الزمالك شيء تاني خالص. وميدو يهين أشرف روقة إهانة بالغة. وشوقي السعيد ما زال مستمر في إهانته للنادي الأهلي. نعرف كل التفاصيل، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود حسان وبرنامج مربط الكورة. بعد تعامل إعلام نادي الزمالك مع الرجاء والحمد لله عدت على خير وما كانش في ردة فعل من جماهير نادي الرجاء على الإعلام الزملكاوي، استمر الإعلام الزملكاوي في التعامل مع كل فريق يقابل النادي الأهلي ويتفوق الأهلي عليه بأنه يوصف، بدل ما يقول مبروك للنادي الأهلي وأن الأهلي كان كويس، لا بيحاول يقلل من الفريق اللي قابل الأهلي وتعرض للهزيمة من النادي الأهلي. وده اللي عمله إعلامي زملكاوي مع نادي الترجي بعد وصف الترجي بألفاظ صعبة إن هي تتقال، ولكن من ضمن الوصفات اللي وصف بها نادي الترجي إنه فريق مهزأ أفريقيا. ليأتي الرد من مشجعة تونسية في فيديو اتمرمط به الكل لكل إعلامي زملكاوي. هوريكم فيديو اللي ردت فيه المشجعة التونسية على الإعلام الزملكاوي، عشان هو ده اللي أنا حاولت الفترة اللي فاتت أقول بلاش يا إعلام زمالك إنك أنت تتعامل مع أو توصف أو حتى تتدخل مع أي فريق عربي يقابل النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. أنت مالكش دخل. وكان الرد بيقول إن أنا عشان أهلاوي. شوفوا المشجعة التونسية بتقول إيه على نادي الزمالك. والله بالصدفة عرضني فيديو تاع واحد زملكاوية يحكي على الترجي، يحكي بالعيب. من ضمن اللي قالوا الترجي كما يقولوا هما بالمصري مهزأ إفريقيا. كيفاش خسر البارح مع الأهلي؟ صحيح خسرنا عادي، الكرة مكسب وخسارة كما يقولوا، أما على الأقل نحن في أسوأ حالاتنا ما انسحبناش ولعبنا. صحيح عندنا مدرب فاشل، مدرب سمسار، جوارات ماهيش في مستوى الترجي الرياضي التونسي، انتدابات فاشلة، العيوب الكل نعرفوها. أما نحن سامحني ما انسحبناش كما عملتوا انتم، انسحبتوا من السوبر الافريقي ضد الاهلي خوف من الاهلي، قصد السوبر المصري. اوكي، وتسببتوا كوا ازمات ماليه وكالريق البارد اللي تعملوا فيه هذاك. اما انت توصل
تتطاول على أسيادك كما نقولوا، عيب عيب على الآخر، عيب على الآخر، عيب عيب عيب. ونعاودها، الكورة فيها مكسب وخسارة. انا مش هكمل الفيديو عشان في نهاية الفيديو زودت خالص العملية مني، ولكن بلاش والله. لما كنت بتكلم على انه تعامل الاعلام الزملكاوي مع الفرق، مع الرجاء والترجي اللي قابلوا الاهلي، انا بتكلم في المصلحة العامة. في المصلحة العامة ايه؟ انه الزمالك ان شاء الله الموسم القادم انه يلعب في دوري ابطال افريقيا. لو انت وقعت مع فرقة من الاثنين دول، هتروح هناك وفي شحن جماهيري عليك، ما ينفعش. انا فريق او بطولة انا خرجت منه، خلاص ماليش دخل به، اتعامل ولا اتكلم ليه عليه. الكورة مكسب وخسارة. ما ينفعش اوصف الفريق اللي بيتهزم انه مهزأ. مانشستر يونايتد واخد 7 من ليفربول السنة دي، يبقى اقول على مانشستر يونايتد مهزأ؟ برشلونة على ارضه في اياب دور نصف النهائي في كاس الملك مهزوم 4-0 من ريال مدريد، يبقى اقول على برشلونة مهزأ؟ على العموم ربنا يهدي الجميع. المحور الثاني معانا النهارده خالد الغندور في اون تايم سبورت حمادي، وفي قناة نادي الزمالك حمادي تاني خالص، حمادة تاني خالص. في اون تايم طلع امبارح مع الكابتن سيف زاهر وبيقول انه النادي الاهلي هو افضل فريق في مصر وافريقيا حاليا. ومش بس اكتفى بكده، كابتن سيف زاهر بيقول مين افضل اسكواد او افضل لعيبه يملك افضل لعيبه في مصر. قال قولا واحدا النادي الاهلي. بص له كده كابتن سيف زاهر بيقول له ازاي؟ قال له ايوه، انا ما ينفعش اناقض نفسي او اقول حاجه غير الواقع وغير الحقيقي. طب ازاي يا كابتن خالد؟ قال لك لو احنا مسكنا كل مركز، الحارس المرمى افضل حارس في مصر هو محمد الشناوي، خط الدفاع افضل مدافع في مصر هو محمد عبد المنعم، افضل باك يمين في مصر، الكلام ده على لسان كابتن خالد الغندور، افضل باك يمين في مصر هو محمد هاني، افضل باك شمال في مصر هو علي معلول، افضل لاعب خط وسط في مصر هو حمدي فتحي، وافضل مهاجم حاليا في مصر هو كهربا. سؤالي هنا، اولا بتقول ما ينفعش اناقض نفسي. يا رايدة انت يعني يتعمل لك تمثال كده في التناقض. بصراحة يعني انا ما شفتش اعلامي في مصر بيناقض نفسه زيك. سؤالي بس، هو انت تقدر تقول الكلام ده في قناة نادي الزمالك؟ لا طبعا، مستحيل تقول الكلام ده في قناة نادي الزمالك. تقدر تطلع في برنامجك في قناة نادي الزمالك وتقول انه الاهلي افضل فريق في مصر، وانه الاهلي يملك افضل لعيبه في مصر في كل المراكز، من اول حارس المرمى لقلب الدفاع للباك اليمين للباك الشمال للاعب الوسط للمهاجم؟ مستحيل تقدر تقول الكلام ده وفي الاخر تطلع تقول انا ما بحبش اناقض نفسي. هو انت من النوعيه اللي بتكذب كذبه وتصدقي؟ ما اعرفش. المحور الثالث اللي معانا النهارده، ميدو بيهين اشرف روقه من وجهه نظري اهانه كبيره. ميدو طالع في برنامجه على قناة على ما اظن المحور او ايه بالظبط، بيقول انه اشرف روقه تقييمه العام كلاعب 5 أو 6 من 10 على اقصى تقدير، ولكن بفضل علاقته الجيدة في غرف خلع الملابس وباللعيبة وبالجهاز الفني والتزامه ربنا كارمه بالستر، ربنا كارمه بالستر. ولكن بعد واقعة الرد على مشجع الزمالك في مباراة بروكسي ربنا رفع عنه الستر، وهدفه في الإسماعيلي اللي كان سبب في فوز نادي الإسماعيلي على نادي الزمالك بسبب رده على هذا المشجع. الأمور يا كابتن ميدو ما بتاخدش كده، الأمور ما بتاخدش كده خالص. عمره ما كان اللاعب اللي بيجيب هدف في نفسه ده ربنا رافع الستر عنه. عظام
اعظم مدافعين العالم جابوا اجوان في نفسه، اعظم لعيبه الوسط جابوا اجوان في نفسه، اعظم المهاجمين جابوا اجوان في نفسه، سواء في ضربات ثابته اثناء ضربات الثابته لما بيرجعوا يدافعوا. احنا بنشوف السنه دي في مانشستر يونايتد ماجواير ده هداف مانشستر في نفسه، راموس جاب اجوان في نفسه، بيكي جاب في نفسه، بيول جاب في نفسه، مالديني، نيستا، كل اللعيبه دي جابت اجوان في نفسه. فمش عشان انه روجا جاب اجوان في نفسه يبقى كده ربنا رفع الستر عنه، وده ذنب المشجع. مستحيل ان انا اشتم بامي وبابوي وبعيلتي وهسكت. وبعدين انا شفت الفيديو بتاعه ما قالش حاجه، هو بيقول اسكت خالص، بيقول كده اسكت خالص خليك في حالك، ما ردوش الشتيمه، ما قالوش ابوك، ما قالوش امك، ما قالوش الكلام ده. انا مش دفاعا عن اشرف لوجا، لكن هو كلمه حق. فبلاش يا كابتن ميدو تشخص الحالات بالطريقه دي. ستر ربنا يديم ستر ربنا على الناس كلها. المحور الاخير معانا في حلقه النهارده وهو شوقي السعيد. شوقي السعيد دوشني وخوتني بالكم ماتش اللي لعبهم في الزمالك على الكم ماتش اللي لعبهم في الاسماعيلي، ودايما بيحاول يصنع الترند زي ما بيقولوا بتصريحاته المثيرة على النادي الاهلي، وبيحاول ياخد استعطاف الزملكاويه بسبب تصريحاته ضد النادي الاهلي. بيقول انا ما شفتش فريق محظوظ زي النادي الاهلي، لما راح يلاعب الترجي في تونس الترجي غايب عنه افضل لعيبه وغايب ولاعب الترجي بالفريق الصف الثاني. دي اول نقطه. اولا يا كابتن شوقي الاهلي لما لاعب الترجي ما كانش غايب عنه نص الفريق. تاني حاجه بيقول لك انا هشجع سان داونز في النهائي ضد النادي الاهلي. يمي خاف يعيد. طب ما تشجع يا سيدي نادي سان داونز، هو ايه اللي هيحصل يعني؟ شجع سان داونز زي ما انت عاوز. شوقي سعيد انا مش هطول في النقطه الخاصه بيه عشان هو اقل من اني ارد عليه او اي حد يرد عليه. الشخصيه زي كده السكوت عنها احسن. في نهايه الفيديو لو وصلك الفيديو ومتابعني للنهايه ما تنسناش بالاشتراك واللايك للفيديو. سلام.